لم تكن في يوم من الأيام جزائر شيوعية، كانت اشتراكية نعم، ولكنها لم تكن شيوعية. ثم أن هذا البلد هو بلد أول من فسر القرآن، وأول من شرح صحيح البخاري، وبلد قتل الفرنسيون منه 10,000 عالم جزائري، وقتلوا 10 مليون من الجزائريين. هذا بلد العلماء، هذا بلد يقول الشيخ قاهر الله يرحمه بلد 300 صحابي وتابعي مدفون فيه. هذا بلد سيدي يوشع اللي هو النبي الغلام الذي كان مع سيدنا موسى عليه السلام. وبالتالي آمل أن هذا الأخ يصحح معلوماته عن الجزائر، أو نعطيه درسا في تاريخ الجزائر لعله يفهم أن الجزائر هي امتداد كبير جدا للوطن العربي والإسلامي. أنا نحيي مختلف الأطراف التونسية اللي أعابت عليه التصريح هذا، رغم أنه تراجع التصريح، لكن كانت سباقة قبل المسؤولين الجزائريين أنه انتقدت هذا الكلام هذا، وهو اعترف بأنه كان زلة لسان، مجرد زلة لسان، ما عرفش كيش يفسر للإيطاليين، تلاعب بالألفاظ، لكن الثمن تاعها هو كبير. يعني أعتقد أن التونسيين بعد كل البعد باش يفكروا بالمنطقة هذا، زرنا تونس مرارا وتكرارا، ما نظنش أن التونسي إطلاقا يفكروا هذا التفكير ولا يتبنوا تفكير من هذا النوع. هذه يعني خطأ سياسي فادح ويتحمل المسؤولية.